كما مثلا خاوتنا من النيجر، ملي بدا رمضان هما يجوا يفطروا عندنا ونرحبوا بهم ونستقبلوهم ونعطوهم كما يمدوا الجزائريين كل حاجة. نكونوا في مائدة رمضان ونخدموا في الناس، هنا يتطبق حديث النبي: لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. وتشوف قوة وسماحة هذا الدين، ورايح تتعامل مع جميع أشكال الناس، المريض، العاقل، الصحيح، المهبول، وتصبر وتحاول كيفاش تفوتها بخير. وزيد حتى مع ناس ما هم جزائريين يربطك بهم غير الإسلام، كما مثلا خاوتنا من النيجر، ملي بدا رمضان هما يجوا يفطروا عندنا ونرحبوا بهم ونستقبلوهم ونعطوهم كما يمدوا الجزائريين كل حاجة. لأنه علاه كما لازم نوكلوا الناس لازم نوكلوا هادو، لأنه عندنا رابطة واحدة اللي هو الإسلام. هنا تعرف قوة هذا الدين، أنك لازم تعامل كل الناس سواسية، لأنه عندنا رب واحد. شوف هنا كيف راهم فرحانين، شوف كيف راهم يقصروا، ها ويلعب لنا بشعره، هاي حاكمت له، ربي يخفف عليهم. والله يلعن فرنسا هذه اللي دارت لهم الحرب في بلادهم، خلاتهم مساكن يهجروا. فرحانين هنا، كملنا كلش، راهم يهزوا في الجازوز، يهزوا في السحور، يهزوا هادو كل يديهم باش ياكلوا في الليل ان شاء الله. وهنا راه يسلم عليكم. هذا واحد قاعد نقصر معاه، قاعد نقول له على اللي لابسه في التريكو. قلت له اسكو تعرفوا هذا ولا ما تعرفوش؟ تعرف توباك؟ ما فهمنيش، حتى قاعد نوري له بيدي هذا قلت له هذا تعرفوا توباك؟ يظهر ما يعرفوش، ناضي يضحك مسكين. فهمت مسكين مساكن باللي يلبسوا برك الزواولة، ما كانش اللي يلقاوها يلبسوها. نسأل الله أن يرفع عليهم هذا الغبن. ودوكا كاين هذا ديما نقصر معاه، قلت له قول كلمة للجزائريين. وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. All my people are agree to, because I enjoy, as I like this, I enjoy, I say to God, because this Algeria is very sweet, I say I talk about anything I drink. Now see I don't even eat meat, my belly don't food, first they okay, I tell so I greet my people, all of them. في الأخير الحمد لله على نعمة الإسلام، وربي يرفع الغبن والظلم على كل المستضعفين من المسلمين.